الحريفة هو أنجح فيلم في 2024 مش ولاد رزق. لو جينا نبص على مجموع إيرادات الجزئين بتوع فيلم الحريفة هنلاقي إنهم أقل من إيرادات الجزء الثالث بس من ولاد رزق، واللي كان متوقع نجاحه طبعا لأنه فيلم له شعبية وأبطاله نجوم جامدين جدا، على عكس فيلم الحريفة اللي أبطاله ممثلين شباب لسه بيبدأوا. اللي أنجم واحد فيهم كان نور النبوي اللي عمل كام مسلسل بس، ده غير كمان إن تكلفة الفيلم في الجزء الأول تحديدا كانت قليلة جدا، والفيلم كله على بعضه متصور في كام ملعب على كام منطقة شعبية على مدرسة السعدية، ومع ذلك الفيلم عمل إيرادات خيالية والمنتج كسب اضعاف ما صرف على الفيلم، وده اللي شجعه اكيد في انه يلحق يستثمر نجاح الفيلم وينزل بالجزء الثاني في نفس السنه. نجاح الفيلم كان مضمون وفعلا عمل برضه ايرادات عاليه جدا، والفيلم عجب الناس، ده غير ان ده اول فيلم يتعمل له جزئين في نفس السنه. حتى لو ارقام ولاد رزق اعلى وحتى لو ايرادات الحريفه اعلى محليا، على عكس ولاد رزق اللي عمل اضعاف الارقام بتاعته في مصر في دول الخليج، ولكن فيلم الحريفه عمل نجوم جداد وفتح باب لتجارب شبابيه من بعد نجاحه هو ومسلسل بالطو. ده اكيد شجع وهيشجع منتجين كتير في انهم يستثمروا في الشباب ويعملوا افلام من بطولتهم، لانهم ادركوا انهم بيحققوا ارقام كبيره زيهم زي النجوم الكبار وساعات بيعدوهم كمان. في النهايه تجربه فيلم الحريفه سواء عجبنا الافلام او ما عجبتناش فهي تجربه ناجحه ومميزه. وفي النهايه تفتكروا لو في جزء ثالث من فيلم الحريفه ونزل قصاد ولاد رزق الجزء الرابع، مين هيعمل ايرادات اكتر؟